في 1999 ظهر مصطلح CTMK problem، والمصطلح ده باختصار كان بيوصف الصعوبة اللي كانت بتواجهها الويب سيرفرز أياميها في التعامل مع عدد كبير من المستخدمين والزوار في نفس الوقت، أو ال concurrent connections. فساعتها جه شخص اسمه إيجور سيس أواب يكتب تول أو برنامج عشان يحل المشكلة، وهنا بدأ ظهور الانجن اكس. فتم استخدام الانجن اكس كويب سيرفر عشان يقدر يتحمل عدد الريكوست الكتير اللي بتيجي للابلكيشن ده. ومع التطور العنيف اللي حصل في عالم الانترنت والويب سيرفرز، فبدل ما كان عندنا عشرات الالاف من الريكوست، بقى في ملايين من المستخدمين على الانترنت. فوقتها عشان سيرفر واحد يقدر يستوعب العدد المهول ده من اليوزر ريكوست، ده كان خيال علمي فوق قدرات اي سيرفر في العالم. فكان التفكير ان احنا نزود عدد السيرفرات او الانجن اكس ويب سيرفرز علشان الابلكيشن او الويب بيج بتاعتنا تقدر تستحمل عدد الريكوست ده. بس العقبه اللي قابلت الناس في الوقت ده، طيب هو هنحدد ازاي اليوزر اللي بيطلب الويب بيج دي او الابلكيشن ده هيستخدم انهي ويب سيرفر فيهم؟ وهنا ظهرت فكره اللود بالانسرز، وان الديفلوبرز اللي مسؤولين على تطوير الانجن اكس انهم يزودوا خاصيه اللود بالانسر في الانجن اكس. ففكره اللود بالانسر ببساطه ان انا هيبقى عندي سيرفر واحد المستخدمين بيتعاملوا معاه، والسيرفر ده هيبتدي يوزع للمستخدمين دول او الريكوست دي على عدد الويب سيرفرز اللي موجوده. وهنا ظهر مصطلح البروكسي، والترجمه الحرفيه للبروكسي ان انا عندي شيء او شخص هيعمل وظيفة معينة بالنيابة عن شخص تاني أو شيء تاني. فلو جينا نوضح ده على مثال اللي قلناه، السيرفر اللي عندي اللي هيستقبل الريكوست بتاعة المستخدمين وهيبقى بروكسي، كأنه الويب سيرفر، لكن في الواقع مش هو الويب سيرفر، لكن هو اللي هيتصرف بالنيابة عن الويب سيرفرز ويبتدي يوزع الريكوست دي على الويب سيرفرز اللي هتنفذ فعليا الوظيفة بتاعة الابلكيشن اللي اليوزر عايز يستخدمها. طيب هو إزاي أصلًا الload balancer ده هيبتدي يوزّع الrequests بتاعة المستخدمين دي؟ وده سؤال منطقي، والإجابة بتاعته بيبقى على حسب الalgorithm أو الconfiguration اللي محطوط، إذا كان round robin أو active passive إلى آخره من configurations. وهنا ممكن نسأل نفسنا سؤال، هل دي بس استخدامات الengine X؟ يعني هو web server وممكن يشتغل كمان load balancer وproxy، والّا ليه خصائص تانية؟ في الواقع لأ، ده كان بداية الengine X، وحصل تطويرات كتير وتم تزويد خصائص كتير في الإنجن إكس. فتعالوا كده نتخيل مع بعض سيناريو إن البي بي سي طلعت خبر على الويب سايت بتاعها، وبدأ الملايين من المستخدمين يخشوا على الموقع البي بي سي عشان يشوفوا الخبر ده. فالمقالة أو الخبر ده فيه صور وفيه تكست وفيه فيديوهات. فالويب سيرفر هيجي له ريكوست إن في مستخدم معين عايز يشوف الكلام ده، فيروح الويب سيرفر مجمع المكونات المقالة دي وبعتها لليوزر. فلو أنا عندي ملايين من المستخدمين دخلوا يشوفوا المقالة دي، فالمفروض الويب سيرفر يعمل الموضوع ده ملايين من المرات. فده كلام غير منطقي وغير عملي بالمرة. فكان التفكير، طالما الموضوع ده هيتكرر كذا مرة، ليه الويب سيرفر ما يعملش القصة دي مرة واحدة ويخزنها؟ لأن في الآخر المقالة أو الخبر ده ما فيهوش متغيرات. فبعد ما أجمع أجزاء المقالة دي، ممكن إن إحنا نحفظ الكلام ده كله وأخزنه كنسخة واحدة. ساعتها أقدر أبعت النسخة دي للملايين من المستخدمين من غير ما نفضل نكرر العملية دي ملايين من المرات. وهنا ظهر مصطلح الكاشنج، وهنا بنقدر إن إحنا نهيئ ونعمل كونفيجريشن للإنجن إكس سيرفر بتاعنا إنه يشتغل على إنه كاشنج سيرفر. وتعالوا نتكلم على مثال تاني دلوقتي واحنا بنستخدم الانترنت بانكينج ابلكيشن. وتعالوا كده نفترض ان الانترنت بانكينج ده محطوط على 10 ويب سيرفرز. فالسيرفرز دي عليها معلومات الحساب بتاعة البنك بتاعتكم، فأي هاكر في الدنيا هيبقى بالنسبة له ده كنز هيحاول يخترق السيرفرز دي. ولو عرف يوصل للمعلومات دي، فهو مش محتاج يعمل أي حاجة تاني في حياته، خلاص كده اتعشت. فلو افترضنا إن السيرفرز دي كلها أعرف أوصل لها من الإنترنت، فكده السيرفرز دي بقت عرضة للاختراق، وبقينا بنسهل على المخترقين شغلهم. فكل اللي هو محتاجه إن هو يعرف يخترق سيرفر واحد منهم، وهيعرف يوصل لباقي السيرفرز بسهولة. فهنا جه التفكير، طيب هو إزاي نقدر نأمن السيرفرز دي ونحميها وما نخليهاش عرضة للاختراق؟ فكان الحل إن إحنا نخلي سيرفر واحد هو المستخدمين بيعرفوا يوصلوا له، فنعرف نأمن السيرفر ده ونخليه حصن أو درع للباك إند سيرفرز. وهنا ظهر مصطلح ال1 entry secure point، إن في سيرفر واحد هو اللي هيتم استخدامه كproxy سيرفر، وده اللي المستخدم هيعرف يوصل له ويطلب منه الخدمة اللي هو عايزها. بس فعليًا مش ده السيرفر اللي بيتم عليه العملية أو الطلب اللي جه من المستخدم، هو في الآخر بيتم استخدامه كدرع للسيرفر أو السيرفرات التانية. طب ما هو كده برضه الهاكرز أو المخترقين هيعرفوا يشوفوا الrequests ويعرفوا السيرفرز اللي بيتم عليها الوظيفة الفعلية. حاجة أقول لكم ده صحيح لو السيرفرز دي بتستخدم plain requests،
وعشان ده ما يحصلش الNgine X فيه خاصية إنه يعمل encryption للrequest دي أو بيعمل تشفير للطلبات دي. فالfront end أو الserver اللي أنا باستخدمه كproxy ده هيبتدي يتعامل مع الrequests اللي جاية له، ويبقى هو اللي مسؤول إنه يعمل encryption وdecryption عن طريق الSSL TLS protocols. فلو حتى المخترقين وصلوا للسيرفر ده وحاولوا يشوفوا الريكوست دي، مش هيعرفوا يقروها لانها معمول لها تشفير، والالجوريزم اللي على البروكسي سيرفر والباك اند سيرفرز هم بس اللي يعرفوا يعملوا ديكريبشن. وعشان المخترق ينجح في فك التشفير ده ممكن ياخد منه سنين لانها عمليه معقده جدا. وجماعه السكيورتي اكيد فاهمين الكلام ده كويس جدا. فوظيفه البروكسي هنا انه مش هيقبل اي ريكوست او طلبات غير انها تكون مشفره او معمول لها انكريبشن، وهيمنع اي ريكوست مش مشفر. وتعالوا نشوف مع بعض ازاي نقدر نعمل configuration للانجن اكس انه يعمل الوظائف اللي اتكلمنا عليها. بكل بساطه احنا بنستخدم الconfiguration فايل المخصوص للانجن اكس ونبتدي نعمل configuration blocks للمهام دي كلها. فبنيجي مثلا نقول له هل مطلوب منه يعمل forwarding للترافيك ده للسيرفرز الثانيه، وهنا احنا بنخليه proxy server، ولا يتعامل معاها فعليا انه يبقى هو الويب سيرفر، وايه البورتس اللي يستخدمها علشان يحصل تواصل معاها او مع الغير. فمثلا إحنا هنا في الconfiguration file بتاعنا وبنقول له إنه يستخدم port 443، وبعدين باقول له الlocation أو المكان اللي المفروض هيعمل process للrequest دي، ويظهر الweb page أو الweb application المفروض يقدمه، وبادّي له مكان الSSL certificates اللي هيستخدمها علشان يعرف يتعامل مع التشفير أو فك التشفير اللي إحنا اتكلمنا عليه. ولو عايز مثلًا أعمل له configuration إنه يبقى load balancer، فباجي أعرّفه إيه الservers اللي هيبعت ليها request دي، اللي هي هتنفذ المهمة الفعلية أو الback end web servers بتاعتنا. وإن لو حد عايز يتواصل مع الweb servers هيتواصل مع الload balancer ده عن طريق أنهي URL. ولو حابين نعمل crash course عن الEngine X إزاي نستخدمه وإزاي نعمل له configuration ونخوض في تفاصيل أكتر، ممكن تكتبوا لي في الcomments هل أنتم عايزين تشوفوا حاجة زي كده والّا لأ. وما تنسوش تعملوا subscribe عشان يوصل لكم كل جديد. زي ما اتكلمنا إن الEngine X فيه وظايف كتير والخصائص فيه مرنة جدًا، بس إزاي نقدر نوظّفه في الDevOps practice بتاعتنا؟ وده سؤال مهم جدًا لأن الخصائص دي مفيدة ومحتاجين نوظّفها عندنا علشان نقدر نطبّق مفاهيم الDevOps والDevSecOps في الpipelines بتاعتنا. فمن الtools اللي بنستخدمها في الDevOps عمومًا الKubernetes، ومن مكونات الKubernetes حاجة اسمها الIngress Controller، وهنا بنقدر نستخدم الEngine X كIngress Controller للKubernetes cluster بتاعتنا. طيب هو إيه أصلًا Ingress Controller ده؟ هو عنصر بيقدّم مهام الload balancer والproxy بس في الكوبرنيتس كلاستر. فالمهام اللي كان بيعملها الانجن اكس للويب سيرفرز يقدر ينفذها جوه الكوبرنيتس، فتقدر نستخدمه كبروكسي او لود بالانسر يستقبل الريكوست اللي جايه، وبناء على الكونفيجريشن اللي احنا عاملينها وهيبتدي يوجه الريكوست دي للسيرفيسز اللي موجوده. ودي بتبقى ادفانسد كونفيجريشن في الكوبرنيتس. طيب هل الانجن اكس ليه استخدام في الكلاود؟ لان الكلاود بروفايدرز اللي بنستخدمها ممكن تديني اللود بالانسر والخصائص دي كلها. فليه ممكن استخدم الانجن اكس في الكلاود؟ نظريا الكلام ده مظبوط، فعليا احنا بنحتاج الاثنين. فمثلا لو احنا بانيين الكوبرنيتس كلاستر بتاعتنا على الكلاود، فهنستخدم الانجن اكس في الكوبرنيتس كلاستر زي ما قلنا انه يبقى انجريس كنترولر، لان الانجن اكس اللي هيبقى جوه الكوبرنيتس كلاستر مش بنوصل له من خلال البابليك اكسس او من عن طريق الانترنت. فلو هنتكلم في الكيس بتاعة الكلاود هابقى محتاج حاجة تستقبل الريكوست دي من البابليك أو الإنترنت وتبعت الريكوست دي للإنجلش كنترولر، وهنا بيجي دور اللود بالانسرز اللي بتقدمه الكلاود بروفايدرز، كمثال ال AWS Load Balancer Service، إن هي اللي بتستقبل الريكوست من البابليك، ودي بنسميها البابليك انتري بوينت. تاخد الريكوست دي وبتبعتها للإنجلش كنترولر اللي هو الإنجن إكس بتاعنا اللي جوه الكلاستر، وده بيضيف طبقة زيادة كسكيورتي للكلاستر بتاعتنا. في بقى حد هيجي يقول لي طب والاباتشي، ما ينفعش نتكلم على الانجن اكس من غير ما نتكلم على الاباتشي. فكتير منكم ممكن يسال سؤال منطقي جدا، هل في فرق ما بين الاباتشي والانجن اكس؟ لان بعضكم ممكن يكون استخدم الاباتشي، فهل في اختلاف ما بين الاثنين؟ عشان مثلا لو عايز اخد قرار استخدم الاباتشي او الانجن اكس، في الواقع هو ما فيش اختلافات ما بين الاثنين وجهان لعمله واحده. يعني الاثنين بيعملوا نفس المهام. الفكره ان الاباتشي تم اصداره قبل الانجن اكس، والناس بدأت تستخدم الانجن اكس عشان كان اسرع واخف من الاباتشي، وكمان الكونفيجريشن بتاعته اسهل بكتير من الاباتشي سيرفر. فاتكلمنا عن استخدام الانجن اكس مع الكوبرنيتس كلاستر، وعرفنا ان احنا عندنا عنصر في الكوبرنيتس اسمه انجريس كنترولر. طيب ايه بقيه العناصر او الكومبوننتس في الكوبرنيتس وبيشتغل ازاي؟ ممكن تعرفوا المعلومات دي كلها من خلال الفيديو ده.